السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل وصفة هايلة جدا، كلها فيتامينات، كلها على بعضها كده بجد، وهتتعمل معانا في ثواني بس، وهنبقى مخلصين احلى ورقة لحمة معانا. هنعملها في الكيس الحراري بكل سهولة، مش هتاخد معانا وقت خالص، وطعمها بقى وريحتها بجد تحفة، رهيبة رهيبة رهيبة. الأكلة دي بقى مميزة جدا عشان هي هتنفع في حاجات كتيرة جدا. هتنفع معانا في رمضان طبعا، كل سنة وانتم طيبين. هتنفع معانا في العزومات، هتنفع معانا ان هي تبقى أكلة صحية جدا وللدايت. بجد مش هتصدقوا هي قيمتها عالية قد ايه. تعالوا نبدأ وصفتنا، ودي المقادير اللي انا هشتغل عليها. معايا نص كيلو لحمة، هجيبها متقطعة شرايح كده تبقى رفيعة، ومعايا كمان خضار مشكل. الخضار بقى اللي انت عايزاه، اي خضار انت عايزاه. انا النهارده عملت كوسه وكمان بسله وفاصوليا خضراء، قطعتهم كده وجهزتهم، وكمان بطاطس مكعبات ما سلقتهاش ولا حاجه، وكمان جزر هعمله كده شرايح، ومعايا بصل كده متقطع شرايح، وطماطم كمان متقطعه شرايح، وفلفل على حسب الرغبه. اول حاجه هجيبها معايا، هحط مرقه فوريه، كيس مرقه فوريه كامل، هحطه كده على الوصفه دي. بجد حلو جدا وبيخلي الطعم في حته تانية خالص. واحط بقى البهارات اللي انت عايزاها، دي على حسب رغبتك. انا حطيت هنا ملح، فلفل اسمر، كمون، شطه مجروشه، وجنزبيل، وكمان كزبره ناشفه، وتوم بودر. لو عايزه تحطي كركم كمان، بس انا ما كانش متوفر عندي، حطي، هتبقى برضو حلوه جدا. هنزل كده على البصل والطماطم بالبهارات كلها، وهحط كمان معلقه كبيره كده دبس رمان، وكمان معلقه كبيره صويا صوص. هنزل عليهم كده مرة واحدة على كل دوت مع بعض، وكمان هحط عسل ابيض، يعني تقريبا معلقة كبيرة برضو، اهو بالشكل دوت. وهبدأ بقى ان انا اخد كل المكونات دي مع بعض كده وادعكم كويس جدا. البصل مع الطماطم مع البهارات دي كلها كده والعسل، هينزل معايا صوص. هو ده الصوص اللي هيسوي الاكل، بجد طعمها هيبقى رهيب. وكمان هحط معلقة سمنة فلاحي وحبة زيت صغيرة. لو مش متوفر عندك سمنة فلاحي عادي، ممكن تحطي سمنة عادية. لو مش عايزة تحطي خالص عادي جدا. هجيب بقى اكبر كيس حراري، وهنزل كده بالمكونات بتاعتي كلها كده، كلها مرة واحدة كده معايا بالشكل ده، علشان المكونات تاخد مساحتها كويس جدا وتاخد حقها في التسوية صح. وهنزل كمان باللحمة، كل ده كده مع بعض كده في الكيس الحراري. وبعدين هنزل كمان بالخلطة اللي انا عملتها، البصل والطماطم كده مع بعض مع البهارات، وكل دوت هقلبه كده كويس جدا مع بعض. هي ريحتها طالعة من قبل ما احطها في الفرن، وهفضل اقلبهم كده بالشكل دوت لحد ما كل المكونات دي مع بعض تمتزج كويس جدا، اهو بالشكل ده. وافضل كده اقلب يمين وشمال لحد ما اتاكد ان هي كلها اتشبعت من التتبيله دي. الخضار دوت قد ايه؟ الخضار يعني هحاول احط من كل حاجه كوبايه او نص كوبايه على حسب احتياجك. وهاخد كمان صلصه، ودي بقى على حسب الرغبه. اخد كده معلقتين او معلقه كبيره، وهدوبهم كده في حبة مية علشان تبقى جوسي كده معايا من جوه، تبقى واخدة لون حلو. يعني حبة مية صغيرة خالص، يا دوب اقلب فيهم الصلصة، وهنزل بيهم كده في الكيس من غير بقى ما ابهدل الدنيا ومن غير اي حاجة. كل دوت كده مع بعض في الكيس، وهبدأ برضو اقلبها كويس جدا، واحط كده حبة مية صغيرين. كده كده الخضار هينزل معايا مية، فبلاش نحط مية كتير، هي كده هتبقى حلوة جدا. يا دوب يعني معلقتين مية كده مع السلطة، بجد حلوة جدا وهتطلع مظبوطة معايا جدا. هقلبها كده كويس جدا، واتأكد كده من كل الجناب ان الخلطة كلها اتشربت وكل المكونات امتزجت معايا. هجيب بقى القفل بتاع الكيس، وهسيب كده مسافة علشان خاطر اطلع الهواء كويس جدا، وهبرمها كده بالشكل دوت، واقفله كويس جدا، واتأكد ان هو مقفول ومحكوم كويس جدا. هبدأ بقى اوزع كده الخضار بالشكل دوت علشان ياخد تسوية حلو جدا ويتحمر معايا. وبعدين هقلبه كده، وهجيب السكينة واخرمه كده خرم او اتنين، مش اكتر من كده، علشان خاطر ما يفرقعش منك او يبوظ منك. لا هو كده حلو جدا. وهجيب بقى ربع كوباية مية كده، ودي اختياري، عايزة تحطيها حطيها، هو كده كده من غير ما تحطيها هيبقى حلو جدا. وما تخافيش، المكونات اللي جوه مش هتنزل خالص من الكيس، وهيبقى كويس معاكي. هحطه على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، هسيبه ساعة كاملة، وهيبقى معايا بالجمال ده. انت هتشمي الريحة بجد هتقلب البيت كله، طعمها رهيب، اللحمة دايبة وكل حاجة، مفيش جمال بعد كده.
بصوا اللحمه دايبه ازاي، حلو قوي يا جماعه بجد. الوصفة دي اعتمديها لعزوماتك، لرمضان، لأكل صحي، أكل كله فيتامينات، بجد حلوة جدا. هفتح الكيس كده وهبدأ أقصه كده من فوق، وكل دوت لسه الفرن شغال معايا. هقصه كده وافتحه، يعني ما حاولش ان انا اوصل للنهاية علشان خاطر ما ينزلش مني في الصينية، يفضل زي ما هو في الكيس. وهجيب كده اللحمة من فوق علشان خاطر تاخد وش حلو معايا، يبقى شكلها كده لونها حلو. هي كده كده واخده لون، بس احنا هنديها لون تاني، هتبقى معايا بالشكل ده. بصوا الجمال بجد، مفيش بعد كده. طعمها وريحتها، انا هنا زودت فلفل زياده وده اختياري، لو عايزه تزوديها زودي، مش عايزه براحتك خالص. الاكله دي كلها فيتامينات. بصوا اللحمه عامله ازاي، ريحتها بتتكلم على يعني لوحدها كده. قدمتها بقى مع رز بالشعرية، وهقدمها كده في الطبق بالشكل دوت. وهبدأ اخد كده من الخضار اللي انا عملته، وهبدأ كده اللحمة ارصها كده في الشكل ده. يعني بجد ريحتها حلوة جدا. انتي هتعتمدي جدا الوصفة دي، انا متأكدة 1000000% انك هتعتمديها، لان هي غنية بكمية فيتامينات مفيش بعد كده. اكل صحي 1000000%، وخفيفة على المعدة، مش تقيلة خالص، وجوسي جدا معايا، وكمان شيك جدا، تنفع لأي حاجة. وهبدأ كده اخد من الصوص اللي نازل ده، لو عايزة تنشفيها تاني عن كده نشفيها، هتبقى برضو حلوة معاكي. بس كده، دي كانت وصفتي النهاردة، وقدمتها لك كده بالشكل دوت. يا رب تعجبك، وان شاء الله هتعجبك بكل امانه. قلتلك على الوصفه من اولها لاخرها، ما تنسانيش بقى بالاشتراك واللايك، وتقولي لي في التعليقات انت عملتيها وطلعت معاكي ايه. دعمك اكيد بيفرق معايا. بس كده حبيبه قلبي، ودي كانت وصفتي النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب دايما. واستنوا بقى وصفات تانية جديدة علشان خاطر رمضان. هنعمل مع بعض حاجات كتيرة جدا ان شاء الله هتعجبكم. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب.